صباح الخير. اسمحوا لي ان انا اقول لكم صباح الخير لان دلوقتي الساعة 1:30 الصبح. تاني حاجة اعذروني على صوتي علشان انا عندي برد، بس طبعا كان لازم انزل الفيديو لان ده موسم الزيتون، فكان لازم انزل لكم الفيديو ده، وهو فعلا يستحق ان هو ينزل وان انتوا تشوفوه، عشان تقريبا كده دي احلى طريقة ممكن تخللوا بيها الزيتون زي ما انتوا شايفين قدامكم. مش هقول زي الزيتون اللي احنا بنشتريه جاهز، لا والله ده احسن كتير وافضل كتير. كمان الزيتونة كده محتفظة بشخصيتها وماسكة نفسها، وفي نفس الوقت كده بتقرمش وطعمها حلو جدا ومفيهوش اي مرارة. لو اول مرة بقى بتشوفوني انا رنا، ياريت نعمل لايك للفيديو ده ونعمل كمان مشاركة كتير عشان الكل يستفيد، واهم حاجة ان احنا نصلي على سيدنا محمد في الكومنتات. معايا هنا يا بنات 2 كيلو من الزيتون. انا ما حبيتش ان انا اجيب زيتون تفاحي بصراحة المرة دي، الزيتون اللي هو حجمه صغير شوية ده اللي بيكون اقل من الزيتون التفاحي. انا صراحة مؤخرا كده حبيته اكتر من الزيتون التفاحي، بالرغم ان انا كل سنة كنت بخلي الزيتون التفاحي، لكن لما جربت الزيتون ده حبيته جدا اكتر من الزيتون التفاحي كمان. بس عامة الطريقة دي تنفع في الزيتون التفاحي او الزيتون العادي. معايا 2 كيلو من الزيتون، غسلتهم كويس جدا ونقعتهم في مية من الحنفية، مية عادية خالص، لمدة يوم واحد بس. هننقعه في مية من الحنفية ومية عادية يوم واحد بس يا بنات، وبعد كده هنصفيه ويلا نشوف عملنا ايه تاني. جبت كده حوالي ربع كيلو من الشطة الخضراء وربع كيلو من الشطة الحمراء، قطعتهم قطع صغيرة، وحوالي كيلو من الليمون عصرته. اخدت المية على جنب، هتشوفوا دلوقتي هنعمل بيها ايه. وده القشر بتاع الليمون، عايزين تستخدموا ليمون صحيح وترموا القشر براحتكم، بس فعلا القشر بيكون حلو برضو. كده كده قلب الليمونة بنرميه مش عايزينه. يبقى كده ربع كيلو شطة خضراء وربع كيلو شطة حمراء وكيلو قشر الليمون بعد ما عصرته. خدت المية بتاعة الليمون على جنب، والقشر عملته زي ما انتوا شفتوا. اهم تريك يا بنات، دي مية مغلية غليتها من بالليل وسبتها لتاني يوم الصبح تبرد تماما. يبقى ناخد المية نغليها، ودي اهم حاجة. ده العصير اللي خرج من الليمون، عصير كيلو ليمون. طبعا هي الكمية مش كتيرة لان الليمون اخضر. كمان هنزل بكوباية كبيرة من الخل الابيض العادي يا بنات. طبعا كمية المية حسب كمية الزيتون اللي انت مستخدماها. ودلوقتي هنزل بالملح. الملح نعرف حدق الزيتون مظبوط ازاي. نفضل يا بنات نحط ملح شوية بشوية كده ونقلب وندوق. المية بتاعة الزيتون، شفت مية البحر اللي هي بتبقى مالحة كده زي مية البحر، هي دي المية المظبوطة. لان طبعا انت ممكن تعملي كمية زيتون 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو، فانا مش هكون عارفة انت عاملة قد ايه. فملوحة المية بتكون زي مية البحر كده، تحس بيها ان هي مالحة، بتكون مظبوطة. لان لو المية لو باسلة او عاتبة شوية الزيتون هيمر منك. انا حطيت على الكمية دي حوالي كوبايتين من الملح. يبقى نحط شوية بشوية ملح وندوق. نلاقي كده بقت حسينا بالملوحة في المية زي ملوحة البحر كده، يبقى كده تمام. كده جهزنا الزيتون المنقوع يوم كامل، وجهزنا الشطة الحمراء مع الخضراء مع قشر الليمون، وجهزنا المية اللي احنا هنشرب بيها الزيتون، اللي هي عبارة عن مية مغلية من بالليل وباردة تماما على الخل والملح وعصير الليمون. هنجيب بقى برطمان يكون نظيف كده يا بنات، وهنجيب بقى الخلطة اللي احنا عملناها اللي هي الشطة الخضراء على الحمراء على قشر الليمون، ونحط طبقة من الشطة على الليمون وطبقة من الزيتون، وهكذا لحد البرطمان بتاعنا ما يتملي للآخر. طيب الزيتون ده يا بنات هيقعد قد ايه؟ هيقعد عندك من 3 ل4 شهور. بعد 3 شهور بتفتحي عليه عادي خالص وتدوقي منه واحدة. لو لقيتيه مظبوط تمام، لقيتيه لسه ناقص شوية، خلاص سيبيه كمان حبة. وهو يدوب دلوقتي وقت مناسب كده، تقريبا فاضل على شهر رمضان حوالي 4 شهور، فهو يدوب تشتري الزيتون وتبدأي ان انت تخلليه. وهو سعره السنة دي يعني كويس نوعا ما. السنة اللي فاتت ما نزلش عن 90 جنيه، السنة دي الزيتون بيبدأ من 50 جنيه. يعني احنا عندنا هنا في محافظة البحيرة في زيتون ب50 وفي ب60 وفي ب65 وفي ب70. اغلى حاجة اللي هو التفاحي ده ب70. الزيتون اللي انتوا شايفينه قدامكم ده الكيلو ب60 جنيه. حاولي تحركي البرطمان كده بحيث ان ما يكونش فيه فراغات ولا حاجه، وحطي بقى طبقه زيتون وطبقه شطه كده اللي هي الميكس بين شطه حمراء وخضراء،
وقشر الليمون. وزي ما قلت لك لو مش حابه تستخدمي قشر الليمون ممكن تجيبي ليمون صحيح كده او ليمون سليم وتقطعيه شرائح او تقطعيه مثلا 4 كده حسب زي ما انت عايزه. ده هيمشي معانا وده هيمشي معانا، بس انا عامه بستخدم قشر الليمون لان اولا خساره نرميه، ثانيا انا عن نفسي كده كده قلب الليمون او العصير اللحم اللي بيبقى في قلب الليمونه انا بشيله وباكل القشر بس، فكده كده مش هستفيد حاجة يعني من الليمون اللي جوه. فانت حسب رغبتكم بقى، لو بتحبوا اللي موجود في قلب الليمونة يبقى هاتوا ليمون وقطعوه. من اهم التركات بقى يا بنات اللي انتوا لازم تعرفوها زي ما قلت لكم، تنقعوا الزيتون يوم كامل في ميه بارده. ثانيا الميه لازم تكون مغليه وتسيبوها تبرد، يعني تغلوها من بالليل وتسيبوها للصبح، او مثلا تغليها الصبح وتسيبيها لحد العصر او بالليل لحد ما تبرد. بعد كده يا بنات ناخد 6 7 قشرات ليمون ونحطها على وش البرطمان من فوق كده، يعني زي ما زي عشان نحفظ الزيتون بتاعنا. هنجيب بقى اي حاجة كده يكون لها حرف من قدام بحيث ان احنا نصب بيها المية اللي احنا عملناها مع بعض او اللي احنا جهزناها. هنملى البرطمان لحد الاخر زي ما انت شايفة كده. الخطوة اللي بعد كده اللي هتحافظ لك على طعم وريحة البرطمان ومش هيخلي فيه اي عفن او اي ريم على وش البرطمان، اول حاجة الورق اللورا او في ناس بتسميه ورق الغار، 3 4 ورقات كده على الوش. الحاجة التانية حوالي 3 معالق كده كبار من الزيت على وش البرطمان. واخر حاجة يا بنات واهم حاجة اي كيس بلاستيك نضيف عندك على وش البرطمان، مستحيل يحصل اي عفن او اي ريم او اي اسمرار على وش البرطمان. والطريقة دي انا بتبعها يا بنات في كل المخللات بتاعتي، اي مخلل بعمله حتى لو مخلل شطة عادي او مخلل كرنب لازم احط كيس على وش البرطمان كده من فوق، بيحفظ لي البرطمان ما بيدخليش اي هواء، ما بيكونش فيه اي عفن او اي زرق او اي ريم على وش البرطمان. وش البرطمان من فوق بيكون زي القاع زي النص كله زي بعضه. احتفظي بقى بالبرطمان في اي مكان موجود عندك، وبعد 3 شهور او 4 شهور اقصى حد بتلاقيه بالمنظر اللي انت شايفاه ده. دي احلى طريقة انا حبيتها كمان اكتر من الطريقة اللي هي بالجزر وباللسان العصفر قصدي، وبحبة البركة. انا كنت مشاركة الفيديو ده معاكم قبل كده، هتلاقوه هنا برضو موجود على قناتي. بس بصراحة بأمانة الله انا حبيت الطريقة دي اكتر. حتى السنة دي كل كمية الزيتون اللي انا جبتها عملتها بنفس الطريقة دي. اتمنى يا بنات ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك. هسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم.